انت عارف ليه اسكندرية من اهم محافظات مصر؟ ناس كتير اتكلمت عن اسكندرية وجمالها الخلاب وسحرها، وبصراحة عندهم حق. اسكندرية تعتبر من اهم محافظات مصر عشان كل المواني المائية متوفرة فيها، واكيد هنا لازم نجيب سيرة ميناء اسكندرية. بصراحة المينا مظلومة معانا، المينا مش اي حد يعرف يدخلها، وكمان المينا من جوه حياة تانية خالص، كأنها اسكندرية صغيرة. ولو هنتكلم عن ميناء اسكندرية هنقول ان هي تعتبر من اقدم مواني العالم، لان هي نشأت في ايام القدماء المصريون، وكان اسمها وقتها مينا غرب جزيرة فرعون. ولما جه الاسكندر الأكبر سنة 331 سماها ميناء اسكندرية. كانت بتستخدم للأغراض الحربية وقتها، ده غير بقى بقية المعالم الأثرية اللي موجودة في اسكندرية اللي كلنا أكيد عارفينها. أكيد الاسكندر الأكبر كان عنده بعد نظر إن هو يختار الاسكندرية تبقى مدينته ويسميها على اسمه. كمان في إشاعات كتير بتقول إن جزيرة أطلانتس المختفية موجودة هنا تحت بحر اسكندرية. ده كمان أكتر المؤرخين شايفين إن اسكندرية هي الأحق إنها تكون العاصمة لمصر. مش بتخبط في القاهرة ولا أهل القاهرة ولا حاجة، بس حقيقي يا بخت اي حد اسكندراني.